السلام عليكم. شوفوا وجه الشبه الكبير بين جبهة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وما بين حركة النهضة. هناك تشابه كبير. نقرأه هي حزب سياسي جزائري سابق حلي بقرار من السلطات الجزائرية في مارس 1992، كان يتعرف باسم الفيس. أنشئ في 18 فيفري 89 بعد التعديل الدستوري وإدخال التعددية الحزبية اللي فرضتها انتفاضة أكتوبر 1988. واعترفت الحكومة الجزائرية رسميا بالجبهة الإسلامية للإنقاذ في 6 سبتمبر 1989، وكان يترأسها آنذاك الشيخ عباس مدني وينوب عنه بالحاج إلى آخره. الجبهة الإسلامية للإنقاذ خاضت الانتخابات في 12 جانفي وفازت فيها كما خاضت الانتخابات التشريعية، وفازت فيها أيضا بنتيجة ساحقة، لكنها ألغيت فيما بعد، ونتج عن ذلك أيضا قرار حل هذا الحزب. شفتوا معناها كيفاش المسألة متشابهة جدا بين حركة النهضة، حتى هي بالضبط تقريبا فازت مهما كانت التكاليف، واستحوذت على الحكم وفرضت نفسها في الساحة السياسية. الحكومة الجزائرية شافت هناك خطر عندما حلت جبهة الفيس، شافت هناك خطر كبير، لأن اليوم الناس اللي يجروا باش ينتخبوا النهضة ينتخبوا فيها من أجل مصالحهم الخاصة ومن أجل شوية خبز وشوية فلوس، وما يخلصوش اللامبون تاعهم، وناس فهمتي متهربين من الجباية، وناس فهمتي ولا مرتزقة. والنهضة، حركة النهضة دي اللي نسمي فيها أنا بالنهضة غان نسبة إلى النهضة الغنوشية، هذه الحركة سمت البلاد وغيرت الإدارة إلى إدارة نهضوية، وما خلت شيء طوين تمشي تلقى واحد نهضوي. البوسطات، البنوك، الشوارع، ناهيك أني حطيت كرهبتي في باركينج، فهمتي، كان فيه واحد شايب قليل مسكين يصور شوية فلوس. يا أخي اليوم جاني واحد بلندي معناها عريض الصدر وعريض، معناها البنية متاعه توزن إلى 15 كيلو، وقال لي فهمتي أنا هو مول الكيوسك واعطيني دينار، وقلت له لا اعطيني ورقة البلدية أنت وما نعرفكش، هات ورقة تاع البلدية اللي كنا ناخذوها من عند الشيباني اللي كان هنا. قال لي لا ما تحرك من هون ونكسر كرهبتك. عرفت السيد هذا فهمتي ولا اللي هو جديد، وهو معناها جايبينه مرسمينه غادي كما قاعد نشوف الخلايق في كل بقعة. عرفت اللي هذا معناها حتى من الكيوسك حتى في واحد نهضاوي، اما واحد نهضاوي البونية نتاعو قدك باش نهارت اللي عيط يخرج للشارع يكسر 40 واحد، ما بقى شيء في البلاد. سياسة النهضة كان سياسة تسممية للبلاد التونسية، واللي تبعوها بطبيعة من الناس اللي ما عنده شوية خبز وشوية كذا وحانوت تاع دجاج والإدارة دخل واحد نهضاوي يعطوه بروموسيون وهي متعدية. البلاد مشات من أجل شوية خبز وشوية فهمتي مقرونة وشوية فلوس، مشات البلاد بعد باعوها لحركة النهضة. ولكن هالشعب هذا اللي باقي ينتخب ويصفق على حركة النهضة هو شعب أعمى، ما شافش حتى شيء من المستقبل اللي باش تؤول إليه الحكومة ونهضوية البلاد.
من إخوان وداعشية وعجز في الحكم، وهو هذه المصيبة. كان جات حتى النهضة عندها كفاءات للحكم، وهي جربت حكومتين وفشلت، وحتى ولو تنجح توا في الحكومة تاعها باش تزيد تفشل. ما عندهاش النهضة، ما عندهاش كفاءات. لو كان تعقد القمح ما عندهاش كفاءات. الشعب هذايا الأعمى اللي قاعد ينتخب من أجل شوية خبز، شوية مقرونة، هذا ما نظرش لبعيد. ولكن الحكومة الجزائرية يعني عرفت وأن الإسلاميين لا طاقة لهم بالحكم، وهذا معروف. معناه الناس اللي يفكروا كل يعرفوا أن الإسلاميين لا طاقة لهم بالحكم، ما عندهمش شهيد، ما عندهمش كفاءات، ما عندهمش معناه شوية معناه حافظين القرآن، والقرآن ما هوش كافي. القرآن والسلف والدين ما هوش كافي باش يسير دول، غير ممكن. وهذا شيء معناها اللي غلطين فيه الناس. ما شنو اللي عندهم؟ العلوم السياسية والليسونس دو جيستيون، ولا يعني الممارسات والتفتح على العالم، والناس متعصبين ورؤوسهم مسكرة، ثقافتهم محدودة، ناس مش متفتحين، وعدم التفتح هذا يسكر الدماغ. وجربناها معاد في حكومتين الزوز وطاحوا، مش مازال هذا، وبورتون قاعدين يمشيوا نجروا ونصفحوا وراه. الحكومة الجزائرية كانت حكومة قوية، وحكومة يعني جاءت من الثورة الجزائرية وضيعت في سبيل استقلال الجزائر 1,000,000 شهيد. قالت لك مش مستعدة باش نسيب البلاد اللي ماتوا من أجلها 1,000,000 شهيد، نسيبها إلى شرذمة من الإسلاميين يعوثون فيها فسادا، يعني باش يردوها خلافة، وباش يردوها جواري وتعدد النساء ولذات نكاح وصلوات في الشوارع، وتتخرب البلاد بعدها، والاقتصاد ينهار، والثقة الدولية يعني تمسح من السياسة الجزائرية، ويعني الإنجازات باش تطيح في الماء، والمبادرات التقنية، ويعني تسيير الإدارة على المنوال العصري، ومواكبة العالم المتحضر، هذا كله باش يمشي في خبر كان. وتفتح الشباب على المستقبل، على المستقبل العصري والأفكار العصرية، ويعني نمو البلاد باش يمشي في خبر كان، وهذا نعرفوه. نشوفوا الحكومات الإسلامية ايش عملت، والدليل على ذلك العربية السعودية اللي تنتج نفس الانتاج نتاع البترول هي وروسيا. الور ياكا كومباري، روسيا يعني بقوتها والعربية السعودية بضعفها، اللي روسيا قادرة باش تمسح العربية السعودية في 10 دقائق. وعندهم نفس انتاج البترول، 10 ملايين برميل بترول يوميا، هذيك ماشية في اللذات وفي الروايح وفي الشيخات، و35 منها يمشي في البنوك متاع سي خادم الحرمات، والأمراء فهمتي ولا 4000 أمير، كل واحد الشهرية متاعه ما تهبطش على 10,000 دينار يوميا، وبقية الشعب يعطيه شوية فلوس باش يشيخ. وقال لك شوفوا احنا الإسلاميين كيفاش عندنا حكومة يعني ستابل، عندنا نظام ستابل، ما عندناش مظاهرات، ما عندناش مشاكل. هيقول له نحي البترول واقعد انت في الإسلاميات متاعك وتشوف النار كيف ما تشعل. لأنه صاير في البحرين، وأنه صاير في اليمن وغيرها وغيرها. لو كان العربية السعودية مش قاعدة يعني تعبي في الأفواه بشوية بترول، لكن أنا مقلبوا عليها. يعني فلوس الشعب يلزم تمشي للشعب. نرجع الحديث، وأن عند مرات الحكومة الجزائرية رات أن الجزائر اللي جابوها 1,000,000 شهيد باش تمشي في خبر كان، من جراء يعني الفوضى الإسلامية اللي قاعدة طالعة بدون قواعد.
وننحل قوسين، وأن الدولة الإسلامية على غرار الفاتيكان راهي ما هيش غلط، ولا بد من صوت الإسلام في العالم، ولا بد من دولة إسلامية صغيرة نباركها ونعززها ونعينها، ويكون فيها نوع من الباب الإسلامي. وهذا مش عيب، هذا ما هوش عيب، لكن ما هوش بالطريقة الداعشية. ولذا الحكومة الجزائرية رمت بهذه الانتخابات عرض الحائط، وحلت حزب الفيس، وأمسكت بعمام الحكم، وما خلتش الجزائر تمشي في الطيار، تمشي في الواد وتمشي للبحر. وهذا أيضا السيناريو اللي صار أيضا في مصر أخيرا. ولولا هذا الرجل العظيم لما ذهبت أيضا مصر في تيار الإخوان، وذهبت بعد ذلك في خبركانة. ولكن في تونس يعني كنا باش نمشوا في خبركانة، لأن الشعب خبزيست، لأن الشعب أعمى. أعطيه شوية فلوس ونحي له مصارينه، ما عادش يفكر غدوة ايش باش يصير. ومن ألطاف الله، من ألطاف الله، هاي تصوروا لو كان الانتخابات نتاع 2014 هذه ما كانش فيها نداء تونس، ايش كانت الأمور تصير؟ يعني النهضة إلى الأبد. جاب ربي على قد ما عمل أغلاط وقت اللي شد الحكومة سي الباجي قايد السبسي، قام بأغلاط، وهذاك علاش احنا انتقدناه عدة مرات، واعترف هو بيدو، قال الأغلاط اللي عملتها وقت اللي كنت في الحكومة هو باش صلحها تو. وفعلا بمؤتمر المستير اللي عمله، وبالتجمعات اللي عملها، ولم الشمل لما يسميه هو نداء تونس. ونداء تونس اليوم قادر باش يهزم حركة النهضة اللي عندها يعني 88 تقريبا عضو في المجلس التأسيسي. الباجي قايد السبسي عنده ستة ولا سبعة يعني في المجلس التأسيسي. الحزب ذي اللي عنده 6 نواب اليوم ولا قادر باش يفك البلاد بطريقة سياسية، مش بطريقة القوة كما استعملت في مصر، أو بطريقة يعني قرار يعني حكومي قوي. قداش انتخذوه الناس وقت اللي حكومة الفيس نحات، معناها انتخابات الفيس نحات، قامت القيامة في العالم. وأمريكا ديمقراطية ما ديمقراطية، هذوما الناس يلوجوا كان عاد خلويض. وكذلك في مصر أيامات اللي قلب عليهم تاع الإخوان قال لك ديمقراطية وما ديمقراطية وهناك ديكتاتورية وكذا، توا ما انبردوا سكتوا كيما سكتوا في الجزائر. اليوم تونس هني على كل حال ما مشتش هباء منثورا، بل هكا الفضل يرجع فيه الباجي قايد السبسي، اللي رغم الهرم نتاعو ومش قادر حتى يمشي، لم الناس وقال لهم يا عباد يجاو راي البلاد باش تخرب، ولمها الناس هذوما، وإن شاء الله ربي يجيبه في الصواب. ولكن بكل أسف أن الثورة التونسية ما كانش في الحساب باش يكون لها رئيس جمهورية عمره 100 سنة الله غالب، ونابالو شوا. توا يلزمنا نقفوا مع الباجي قائد السبسي حتى يشد البلاد وحتى ينظم البرلمان، ومن هنا 4 سنين أو 5 سنين يرحم ربي تو نشوفوا كيفاش نلموا ونلقاوش رجال. أما الجبهة الشعبية وقت اللي لقات شوية ديمقراطية والبلاد قالوا هي ديمقراطية فرضت نفسها، مش جابتها النهضة، هي الديمقراطية فرضت نفسها كفوضى في البلاد بعد اللي تكون 160 حزب. هذا نتصور أنا فيه شوية فوضى. وفي هذا الخضم الفوضوي السياسي
يعني الجبهة الشعبية هذه تكونت ومعها بعض أحزاب، واختلف اليساريون في بعضهم بين يساريين قال لك ينتميه إلى لينين وإلى ماركس وغيره وغيره، وبين يساريين قال لك احنا مسلمين وحرام علينا ودخل بعضها. باش تعرفوا حتى اليسار اللي تكون كان يسار مهلهل وما فيش قادة مهمين، اللي من شأنها باش يلم اليسار نحو اتجاه وتحت راية تونس فوق كل اعتبار. هل تو اللي ماشي باللينيين وهذا ماشي فهمتي في الإسلاميين وهذا وتضعضع على اليسار، وهذا اللي خلى الجبهة الشعبية يعني ما تنزاش ما تكبرش، وما هيش باش تكبر، ما لقاتش رجال. الله يرحمه شكري بالعيد والبراهمي كانوا في تيار يعني قوي جدا، وكانوا يعني مثال في المعارضة. ولكن الشيء اللي كان يلزم باش يكون هو يعني معارضة على الأقل متحدة في الهدف، ولكن المعارضة متاعنا اليوم لا هي متحدة، لا هي متحدة في الهدف ولا هي متحدة، وهي مختلفة في المحتوى. يعني معارضة قاعدة ديما مهلهلة كيما خسرت الانتخابات وسموها الصفر فاصل، هاي قاعدة ماشية نحو التهلهل وما لقاتش المعارضة راجل باش يلمها. على كل حال إن شاء الله يعني إذا عنا زهر باش يعني يكون الانتخابات هذه لفايت يعني النداء تونس، وراه حتى يعني الدساترة اللي قاعدين يظهروا يعني رانا غلطين، خليهم يتلموا معانا ما يسالش، لأنهم يعني نداء تونس هو حزب وسطي، والدساترة كانوا تحت عنوان العلمانية. أي نعم، حزب التجمع كان يعني يعمل تحت عنوان علماني وليس تحت عنواني. بروا شوفوا الوثائق متاع حزب التجمع، هناك خضم من المشاكل. الآن معناش وقت، يلزم نلتفوا حول الباجي ورب يجيب في الصواب. والمسألة راهي صعبة، لأن الخبزيست برشا في تونس، والخبزيست ياسر، والقوادة برشا، واللي نأسفوا له كل الأسف وكل الأسف أن حركة النهضة هذه يعني اختارت طريق سيء، مش الطريق اللي كانت تمشي فيه. يا ريت حركة النهضة اختارت طريق الديمقراطية والمصداقية، وراه تو الشعب ملتف حولها بمقدار 90% على الأقل. ولكن سياسة الغنوشي الإسلامية المتشددة تالي حتى حماد الجبالي وعلي العريض راهو فهمتي ولا قلبين فيستا، راهو ما هماش يعني نجموا غدوة يكونوا علمانيين بكامل السهولة. أما المتشدد الكبير اللي يحب يكركر تونس نحو الإخوان ونحو الداعشية ونحو الفقر، واعطيني مدة قمح أعطيك مدة من التمر، مشيو حفاي واللي يلقوه في الشارع لابس سروال يهزوه يخبطوه يقولوا البس جلباب واعمل شلاكة وطول لحيتك باش تقتدي بالسلف. راهي باش تخرب، راهي باش تتخرب، راهي باش تتخرب. على كل حال النتائج اللي باش تكون على كل حال تو نشوفوها الفاعلية متاعها في ال4 سنين الجاية. كما في تركيا يعني الإخوان هذوما خذاوا الحكم، ولكن
الشعب استفاق، وعندما يستفيق المارد، عندما يستفيق المارد ويعرف ما هي تونس وما هي غلاوتها وما هم الرجال اللي ضحوا من أجلها وما هي السياسة اللي يلزم تسنها تونس، يعني في هاك النهار ربما نراه من العجاب. والسلام عليكم ورحمة الله.